ذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا الاستقبال الملكي جاء تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك والسيد بان كيمون في 25 من غش 2012، والتي أكد خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أن وساطة منظمة الأمم المتحدة تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع مقبول من لدن الأطراف، مضيفا أن مبعوثه الشخصي سيطلع ضمن الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن الدولي بمهمته المتعلقة بتقدم مسلسل التسوية والمساهمة في إقامة علاقات ثنائية منشودة مع الجزائر. وخلال استقبال جلالة الملك للسيد كريستوفر روس، أكد جلالته أن المغرب الذي ما فتئ يعبر عن التزامه بالقيم الكونية للسلام التي تدعو إليها الأمم المتحدة يبقى ملتزما بالبحث عن حل لهذا النزاع المصطنع على أسس سليمة ودائمة، وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع الذي حظي بإشادة المجتمع الدولي كحل جاد وذي مصداقية. وجدد جلالة الملك أيضا تشبث المغرب الدائم بإرساء علاقات أخوية ونموذجية مع الجزائر تعد لبنة أساسية لبناء مغرب عربي موحد في ظل مناخ إقليمي يشهد تطورا مستمرا ويطبعه على الخصوص تنامي التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. حضر هذا الاستقبال الملكي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ووزير الداخلية السيد محمد العنصر.